شهر 12 2023 جاتلي مكالمة ورتني مر السنين. مكالمة عبارة عن شتيمة وسب دين. الصدمة من مين؟ كانت من أمه ياسمين. أنا في المكالمة كنت ساكت مش بتكلم، لازم هسكت. أمه بتدافع عن بنتها، بس في المكالمة كنت بسمع وبتألم. أمه مقهورة على بنتها، ده حقها. قفلت السكة والتليفون حطيته في جيبي، ماشي بترعش ودموعي مالية عيني. ببص لصاحبي بقوله هي خلصت كده. دعيت ربنا بصوت داخلي وقلت يا رب انصرني. والأول مرة خاف وحسيت بالندم. عشرة 8 سنين كده انتهت من عدم. كانت أول مرة أحب وحبنا كان صادق، لحد ما كانت ما بينا غلطة ووجعاني للأسف. بس عارفة الغلط الأكبر مني أنا، عشان شجعتك وانت بعدها كملتي. كان بينا حاجات ما حصلتش مع وجه بشر، اللي ممنوع يتعمل كنا بنعمله عادي. من بعد المكالمة دي انا استسلمت، قلت مفيش بينا رجوع. ومع قلبي حاولت كتير اوصلك، وللأسف عرفت كلمتك. ولما خرجت من شاتنا للحظة ندمت. وكل يوم بروح بيتنا عادي وانا زي الميت، لا حياة لمن تنادي. باصص في مرايتي وشايفها واقفة قصادي، مشيت غصب عني وعنها وما كانش بالتراضي. وكل يوم بحاول انام وبين عقلي وقلبي خناقة كبيرة وصدام. بس قلبي وعيني كان بينهم اتفاق. قلبي يوجعني عيني تعيط خلصت خلاص. صحيت من نومي تاني يوم ببص في المراية لقيت وشي مسحوب، لوني متغير عيني ورمة وانا مخضوض. غسلت وشي لعل وعسى يمكن افوق. في شهر 12 2023 جاتلي مكالمة ورتني مر السنين. مكالمة عبارة عن شتيمة وسب دين. الصدمة من مين؟ كانت من أمه ياسمين.